بسم الله الرحمن الرحيم. على مناسبة عيد العصر المجيد يشرفنا أن نقدم إليكم نبذة عن المشروع اللي يندرج في إطار برنامج التأهيل الحضاري لجامعة الترابية ميرلفت، ويخص تأهيل محور الطرق الرئيسي لجامعة ميرلفت الشطر الأول. الشركاء ومصادر التمويل: أولا المجلس الإقليمي لسيدي إفني بمساهمة قدرها 12 مليون درهم، جامعة ميرلفت بمساهمة قدرها 3 مليون درهم، عمل سيدي إفني وشركة العمران الجنوب كصاحب مشروع منتدب. مكونات المشروع: أشغال تهيئة الأرصفة، وأشغال الإنارة العمومية، وأشغال التشجير، وأشغال صرف مياه الأمطار. كلفة المشروع 13.37 مليون درهم. مكتب دراسة بيئة، مكتب المصاحبة بسم الله الرحمن الرحيم. سلمى بردام، رئيس جامعة ميرلفت. في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد العصر المجيد، قام السيد العامل مرفوقا بوفد الهام بتدشين وإعطاء انطلاقا من المشاريع بجامعة ميرلفت، لعل أهمها إعطاء انطلاقة مشروع تأهيل وتهيئة الشارع الرئيسي، الشطر الأول من الشارع الرئيسي بميرلفت، من تمويل المجلس الإقليمي وجامعة ميرلفت بمبلغ يناهز أو يفوق 13 مليون درهم. وكذلك قام السيد العامل بافتتاح مركز التنشيط الثقافي المنجز بشراكة بين جامعة ميرلفت وكذلك وزارة الثقافة والتواصل. هذين المشروعين يأتيان في إطار برنامج كبير يهم تأهيل الحضاري لجامعة ميرلفت، والذي إن شاء الله سينجز من خلاله مشاريع أخرى مهمة مهيكلة كالتطهير السائل وتأهيل وتهيئة جميع أزقة ميرلفت، وكذلك تهيئة الشطر الأول من كورنيش ميرلفت. شكرا لكم كصحافة محلية وجهوية. مدة الإنجاز 10 أشهر تقريبا. الشطر الأول غيكون فيه سلعة 40 كيلومتر 300 وغتكون فيه صرف أمطار من الجانبين، وغتكون فيه الإنارة العمومية. تقريبا من البداية غتكون في لاكس لأن ما عندناش باش نديرو، ومن بعد غيكون الإنارة العمومية راجي في الجانبين، وغيكون التشجير اللي هو تقريبا غيكون النخل ديال 4 متر تقريبا واشنطنية. ما قدني بواحد لا قدني بواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. المديروش فاعل جمعوي بمنطقة ميرلفت. اليوم نستقبل عامل صاحب الجلالة الحكيم سيدي إفني من أجل إعطاء انطلاقة الأشغال التي تسير طريق على بعد 4 كيلومتر التي تربط منطقة كوجا ووادي البوكت. هذه الأشغال ستقوم بتوسيعها وإصلاح جوانب الطريق، وأيضا الإنارة العمومية، وأيضا وأيضا الإشراف على الافتتاح الرسمي لمركز التنشيط الثقافي للمنطقة. وبالتالي هذه المشاريع فهي مهمة جدا، ستساهم بالدفع هذه المنطقة إلى ما هو أحسن. المشروع اللي هو عباره عن مركز التنشيط الثقافي في مدينه ميرلفت، اللي هو انشئ على واحد العرض المساحه ديالو 1000 متر مربع، وتحتضن مجموعه ديال الفضاءات، منها قاعه ديال الانشطه، المساحه ديالها 150 متر مربع، بالاضافه للوجه ديال
كائنات كل وحده بالتجربه ديالها. فضاء اداري اللي هو عباره عن المكتب المسؤول، وجوج فضاءات ديال القراءه ديال الكبار والصغار اللي المساحه ديالهم عند حوالي 70 متر مربع و 30 متر مربع، بالاضافه لجوج قاعات ديال الورشات المساحه ديالهم 25 متر مربع. تم توفير العقار من طرف مجلس البلديه ديال بن سعيد المدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بجهة كليميم ودنون. تم اليوم وبحمد الله تدشين مركز التنشيط الثقافي لميرلفت. هذه المنشأة الثقافية التي تم إنجازها وذلك تفعيلا للمكون الثقافي من برنامج التنمية المندمج لجهة كليميم ودنون، والذي أشرف على إطلاقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه المنشأة الثقافية يعني تحتضن مجموعة من المرافق ومن الفضاءات على غرار يعني مكتبات للكبار وللصغار، كذلك يعني قاعات للورشات، مرافق إدارية، بالإضافة إلى قاعة متعددة الاستعمالات بمرافقها تضم تقريبا 130 يعني كرسي. المساحة المغطاة بالنسبة للمساحة الإجمالية للمشروع تقريبا 1000 متر مربع، من ضمنها حوالي 500 متر مربع مغطاة، والتكلفة الإجمالية لهذا المشروع تقريبا ناهزت 5 مليون درهم. إن شاء الله هذه المؤسسة ستقوم ب يعني سد الخسائر الحاصل في مجال البنيات الثقافية بسيدي إفني، إقليم سيدي إفني وبميرلفت تحديدا، وستكون إن شاء الله فضاء للجمعيات الثقافية وللفاعلين من أجل يعني التنشيط الثقافي والفني، وكذلك صقل المهارات ويعني لدى الناشئة سواء في مجموعة من المعارف ومجموعة من المجالات على غرار القراءة، على غرار الموسيقى، إلى غير ذلك. شكرا.